هسوي لكم حلا جدا سهل وسريع وما ياخذ معاكي وقت. حطيت هنا 4 أكواب ونص من النارجين. إذا حبيتوا تستخدموا الأكواب المعيارية استخدموا الملعقة الكبيرة من الملعقة الكبيرة، وإذا حبيتوا تستخدموا الأكواب الشاهي فاستخدموا الملعقة الصغيرة. تمام. فحطيت هنا 4 أكواب ونص من النارجين. راح أحط 3 أكواب من الملعقة الصغيرة لأني أنا استخدمت هذا الكوب من الدقيق. وراح أحط ملعقة صغيرة برضو من الفانيليا. ما عندك فانيليا حطي نارجين، عفوا حطي دريم ويب. نخلط المكونات مع بعض. إذا ما عندكم فانيليا حطوا دريم ويب. أنا ما عندي اليوم حطيت دريم ويب كنكهة. تمام. نخلط المكونات كذا مع بعض. بعدين راح أحط حليب مكثف محلى. طبعا ما احط الحليب كله لاني انا مستخدمه الكوب الشاهي، فراح احط نص العبوه واخلط المكونات. لو شفتها يعني تماسكت معايا تمام. اذا شفت بحتاج حليب محتاجه نارجين فازود لين ما يتماسك معايا الخليط. مسك معايا خلاص الخليط. شوفوا زي كذا صار يتكور معايا. طبعا المقادير اللي حطيتها، حطيت 4 أكواب ونص فناجيل شاهي، وحطيت 3 ملاعق من الدقيق، وحطيت ملعقة هي ملعقة صغيرة، وحطيت ملعقة كمان صغيرة فانيليا او انك تحطي دريم ويب، وحطيت هذه العبوة كاملة من نستلا. طبعا هي 370. اما لو حطيت بالاكواب المعيارية فزيد الكمية. بالنسبة للنارجين أنا زودت كمان شوية فوق الأكواب 4 أكواب ونص عشان تمسكت معايا. دحين أكورها وأحطها في الفرن. طبعا أنا حطيت شوية موية في إيدي وبعدين كورت الحلا. طبعا ححط اللي هو المسمار ولا القرنفل، ولا لو عندي كاكاو حبات صغيرة من الكاكاو حطيها. طبعا هذا حلا قديم مرة قديم أيام الطيبين، حبيت إني أفكركم فيه. سوي زي كذا وحط في الفرن او في الخبازة على درجة حرارة 180 من اسفل فقط، ياخذ بس لون وخلاص. وكذا انتهينا. افتح الخبازة. طبعا ولعت بس من اسفل وخليت على درجة حرارة 3، وكل شوي اشيك على الحلا.